عمرك حاولت إن أنت تنضّف الكيبورد بتاع الماك وتلاقي حروف بتتكتب وبرامج بتتفتح والدنيا بتبوظ خالص؟ تمام، أنا النهارده جاي لك ببرنامج بسيط جدًا، كل اللي بيعمله إن هو بيوقّف لك الكيبورد، بحيث أنت بعد ما تخلّص تنضيفها بتضغط على برنامج الcommand من ناحيتين لمدة 3 ثواني، بعد كده الكيبورد بتشتغل معاك زي الفل. البرنامج سهل ومجاني جدًا، تعالوا نشوف البرنامج ده برنامج إيه وفي نفس الوقت إزاي نقدر نحمله، يالّا بينا نشوف. أول عندي لك خبر يضحّك، ألا وهو إن البرنامج بقى بفلوس ولكن ده ما يمنعش إن أنا كده معايا نسخة من البرنامج فهاعمل لها upload على الجوجل درايف، هتلاقوا النسخة بتاعتها موجودة في اللينك اللي موجود في البايو عندي في البروفايل، ولكن يالّا بينا نشوف البرنامج أساسًا بنشتغل بيه إزاي. تمام، البرنامج بعد ما نسطبه بقى بالشكل ده، ادينا الشكل ده بتاع ليفاي موجود من Attack on Titan أو شبيه ليه بمعنى آخر. كل اللي هنعمله إن إحنا نيجي هنا في الsettings هنفعّل الlock keyboard والlock mouse، بعد كده هنضغط على start cleanup. بعدين نقعد نعمل اللي إحنا عايزينه بقى هنا حرفيًا بقى زي ما إحنا عايزين، هو كده قافل الماوس والكيبورد، ننضفهم زي ما إحنا عاوزين. وبعد ما بنخلّص بنيجي على زرار الcommand اللي هنا والcommand اللي هنا بنضغط عليهم لمدة 3 ثواني بالمنظر ده، وبس كده اشتغل تاني. فالموضوع سهل وبسيط جدًا. عشان تاخدوا البرنامج ده كل اللي هتعملوه ما تنسوش إن أنتم تروحوا على اللينك اللي في البايو، هتلاقوا لينك التحميل موجود هناك. وزي ما شفتوا الموضوع سهل وبسيط جدًا، فلو عجبكم المحتوى اللي أنا باعمله ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس كده.